من بعد ما كانت غتموت على يد عائله راجلها الغنيه، غريس كتكون جالسه في الدروج ديال القصر ديال لوموس وهو كيتحرق. من بعد شويه كيوصلوا البوليس وصحاب الاسعاف وكيحاولوا يسولوها شي اسئله، ولكن كتجيها نوبه هلع وكتسخف. صحاب الاسعاف كيديو هذيك الساعه في الطريق ديال لامبيلونس. غريس ما بقاتش كتجاوب. فاش بداو صحاب الاسعاف يديروا ليها الانعاش القلبي الرئوي، غريس بدات كتفكر داكشي اللي وقع. في ليله اللي من بعد عرسها، عائله لوماس خلاتها تلعب معاهم لعبه الغميضه وبداو كيصيدوها. الهدف ديالهم كان هما يستعملوها في واحد الطقس قديم، ولكن بما انها قدرات تبقى حيه للصباح هي ربحات والعائله كلها تفرقعات. من بعد مجهود كبير من عند صحاب الاسعاف، غريس فاقت. من بعد غريس لقات راسها منبطه في يديها في سرير ديال السبيطار. المفتش بسيط قالها باللي هي محتجزه بتهمه القتل والحريق العمد. جوج جثات تلقاو في الدار، والدم اللي على كسوتها ديال العرس ماشي ديالها. في ديك اللحظه وصلت اختها فايت. ما كانوش كيهضروا مع بعضياتهم هذه 7 سنين، ولكن فايت باقا هي نمره الطوارئ ديال غريس. بسيط قالت لي خليهم يهضروا شي دقائق، ولكن من بعد خاصو يبدي غريس الكوميساريه. غير خرج الاخوات بداو كيتخاصموا على علاقتهم، وغريس تقصحات بزاف فاش عرفات باللي فايت كانت ساكنه حداها في نيويورك، ولكن عمرها عيطت ليها. فايت قالت ليها باللي غريس بينت بوضوح انها ما عندها حتى رغبه تكون اختها الكبيره، حتى هي بغات تعرف شنو وقر، ولكن غريس ظنت باللي ما غاديش تصدقها. فاش كانت فايت غادا تخرج، غريس قررت تعاود ليها كل شيء اللي وقع، بما فيه ان راجلها هو اللي ضربها بموس وانها شافت شبح في الاخر. في جهه اخرى، المليونير المريض تشيستر كان كيتفرج في واحد التقرير على حرب خدامه. دار واحد التليفون باش يوافق على وقف اطلاق النار، وفي ثواني الصحافي اعلن باللي الحرب سالات. في ديك اللحظه جه المحامي ديالو قال له باللي عائله لوماس كلها ماتت والعروسه بقات حيه. تشيستر امر الخادم ديالو يقلب على ولاده وهو كيصيفط ميساجات لعائلات اخرين اللي داخلين في نفس الطائفه الشيطانيه باش يقول لهم باللي كرسي السلطه ولا متاح. في الصين تشين سينغ عيطت ديك الساعه للمحاميين ديالها. في اسبانيا اغنوسيو عنق المساعد ديالو بالفرحه. في نيوجيرسي بيل احتفل وهو كياكل السكر الممنوع. في انجلترا فيراج لقى خوه ماضو في واحد الكليب وحتى هما احتفلوا. من بعد لحظات توأم أورسولا وتايتوس جاو يشوفوا باباهم تشيستر. كانوا كيعتقدوا أن بذرة القوة خاصها تمشي ليهم نيشان، ولكن تشيرا فكرهم باللي هاد الشيء ضد القواعد. فاش تايتوس بدا كيطلب، ريتشارد صرفقو وقال له يكون راجل، ووراهم الخاتم ديال الزعيم وقال ليهم باللي خاصو ما يخرجش من عائلتهم. داكشي علاش بغاهم يربحوا المقعد من جديد. من بعد ما أورسولا وعدات باللي غيديروها، تشيستر عطى ليهم مخدة وقال ليهم يديروها. التوأم شدوا المخدة بجوج ووركوا بيها على وجه تشيستر باش يقتلوه. في السبيطار باسيت كان كيدي غرايس اللي في يديها المينوط لكوميسارية. فجأة بان بيل في الكولوار ولح موس في عنق باسيت، قتلوه في البلاصة. من بعد بيل جبد موس تاني وتبع غرايس اللي هربات ديك الساعة هي وفايت. داكشي علاش رجعوا وتخباو مورا مكتب الاستقبال. بيل بقى كيقلب عليهم، ولكن فاش طل مورا المكتب لقى الخواتات ما بقاوش. كانوا ديك الساعة مخبيين في واحد البيت. تسناو حتى هبط بيل في الكولوار عاد خرجوا. بقاو غادين بشوية وعاودوا شافوا بيل، ولكن هو دغيا مشى باش يكمل تقلاب. الخواتات رجعوا للكولوار باش يوصلوا لجثة باسيت. من بعد ما خدات غرايس الفردي ديال باسيت، الخواتات حاولوا يخرجوا، ولكن بيل دغيا قطع عليهم الطريق. فاش بغات غرايس تيري، بيل دفع ليها يديها باش يحيد ليها السلاح وضربها باش يطيحها. من بعد وجد راسو باش يضربها بموس، ولكن في ديك اللحظة الجسم ديالو تفرقع. بينما فايت صدمات، غرايس رجعت لجثة باسيت باش تاخد صوارة المينوط. من بعد ما حلات يديها، غرايس حلات الساشية ديال الأدلة ورجعت كسوتها ديال العرس اللي عامرة بالدم باش تلبسها. الخواتات مشاو للسانسور باش يخرجوا، ولكن المحامي بان ولح عليهم قنبلة ديال الغاز باش يدوخهم. شرح ليهم باللي بيل مات حيت حاول يقتل غرايس قبل ما تبدا اللعبة، وهذا الشيء ضد القواعد. في ذاك الوقت التوأم وصلوا للمنتجع العائلي، وأورسولا لغات واحد العرس بحجة أن كاينة تسريبة د الغاز. العروسة تصدقات، داكشي علاش تايتوس عايرها وجرى على كل شيء بطريقة خايبة أكثر من اختو. واحد الإعلان في مكبرات الصوت قال لباقي نزلاء المنتجع يخرجوا حتى هما. التوأم تلاقوا مع ولد عمهم كيب اللي كان متحمس للاجتماع الكبير. من بعد لحظات التوأم رحبوا بباقي أعضاء المجلس اللي ما تجمعوش من عام 1963. أغنوسيو وصل مع ولده فيليبي، وتشين سينغ جابات معاها ولدها المتطفل تشونغفو. في الاخر كيجي فيراج ومديو مع مرات مديو مارتينا. قبل ما تجي الطياره هز الخواتات بجوج ومحامي. دقائق من بعد كيسدوا فم غرايس وفايت وكيربطوهم في كراسي في قاعه المجلس. المحامي كيجيب كتاب كبير وكيشرح انه هو المحامي الوحيد ديال المنظمه اللي كيقودها مجلس مكون من رؤساء 6 ديال العائلات.
بما أن نساب غرايس تفرقعوا حيت هي ربحت اللعبة وعائلة بال كلها تفرقعات كعقاب على الغش، بقاو 4 ديال العائلات. المجلس عنده مقعد ديال السلطة اللي كيمثلوا الخاتم الرئيسي، وهو دابا متاح حيت واحد العروسة ربحت اللعبة. غرايس فعلت واحد البند نادر في الشركة اللي كيسمح ليها حتى هي تنافس على المقعد العالي. من بعد ما طلقوا لغرايس فمها باش تسول، المحامي تساءل علاش غرايس قالت لنسابها انها ما عندهاش عائلة وفايت كاينه، ولكن بلاص ما تجاوب غرايس قالت باللي ما بغاتش الكرسي. ولكن المحامي قال ليها باللي هي مجبوره تشارك حيت المجلس كيتحكم في العالم. غادي تضطر تلعب قشقش مره اخرى ضد رؤساء العائلات الاربعه، وإلا شي واحد قتلها كيربح هو المقعد. غرايس تقدر تربح الا بقات حيه حتى الفجر تاني. ملي غرايس حاولت ترفض تشارك مره اخرى هددوها باللي غادي يقتلوا فايت، فوافقت تلعب. حتى فايت طلقوا ليها فمها وبدات كتشكى علاش جروها لهادشي حيت ما شافت اختها 7 سنين هادي. قاطعتها بنت إغناسيو فرانشيسكا اللي دخلت البيت كتجري، كشفات باللي كانت مخطوبه لراجل غرايس وطلبات خاتم الخطوبه، فغرايس شرحتيها باللي لحتوا عليه قبل ما يتفرقع. فرانشيسكا تعصبت بزاف لدرجه ان إغناسيو جرها باش يبعدها. تايتوس جبد 2 إبر وبنج الخواتات بجوج. من بعد المحامي فكر كل شيء بالقواعد، غرب كل عائله اللي يقدر يصيد وخاصو يسيني في الكتاب بالدم ديالو. الاستثناء هو أورسولا وتايتوس، بما أنهم توأم ما كايناش أقدمية وبجوج بهم عندهم الحق يلعبوا. الرؤساء يقدروا يستعملوا غير الأسلحة اللي كانت كاينة في الفترة اللي انضموا فيها جدودهم للفرقة، وما عندهمش الحق يقتلوا بعدياتهم. إلا مات شي واحد من الرؤساء قريب العائلة اللي من موراه في الترتيب يقدر يدخل اللعبة، هاد الأقارب الآخرين يقدروا يتفرجوا في اللعبة من الدار. من بعد ما حطوا الخواتات في ملعب الجولف اللعبة أخيرا بدات. أغلبية رؤساء العائلات جراو باش يركبوا في علايات الجولف، ولكن تايتوس كان حيد سوارت ديال كاع العربات إلا ديالو. أغنوسيو عيط عليهم غشاشين فضربته أورسولا والتوام هربوا. في الحفرة التاسعة فاقوا الخواتات بجوج واكتشفوا باللي راهم مربوطين مع بعضياتهم بالمنوط. غريس عاقت باللي الطائفة دايره هادشي باش تقل فايت من السرعة ديالها. بداو كيتضاربوا على شنو يديروا، ولكن تقاطعوا بسبب درون صيفطها تشانسينغ. غريس شدات عمود ديال الرايه وبدات كتحركوا باش تبعد عليها الدرون، ولكن تشانسينغ قالت ليها باللي بغات تهضر معاها. فاش كانت غادا تشرح ليها واحد الثغره الدرون طيحتها اورسولا. الخواتات بداو كيجريو والتوأم تبعوهم واورسولا باقا كتيري. فايث وغريس بقاو كيجريو باقصى جهد، ولكن في التالي لقاو واحد الحيط كبير سد عليهم الطريق. رجعوا في الاتجاه المعاكس وفايت بدات كتعاير غريس حيت ما كانش عارفه باللي راجلها كان في واحد الطائفه، وقالت لها باللي كانت مهتمله غير بالفلوس. غريس قالت لفايت باللي هي منافقه حيت صاحبها خدام في مجال المال، ولكن فايت حلفات باللي فاش تلاقات معاه كان غير ممثل جيعان. في ديك اللحظه سمعوا اورسولا كتقلب عليهم وتخباو مورا واحد الصندوق كبير. فجاه بان تيتوس مورا الخواتات اللي تفاداو الضربه ديالو في اللحظه الاخيره. السلاح ديالو حل في الصندوق فجبدهم بجوج من يديهم باش يطيحهم. من بعد حاول يخنق غريس ولكن فايت دفعاته. من بعد الخواتات بداو كيجريو ويديهم محلولين باش يضربوا تيتوس بالمنوط. اورسولا بغات تيري عليهم عاوتاني ولكن كانوا ديجا هربوا. اورسولا معصبه صرفقات تيتوس على الغلطه ديالو وقالت ليه باللي خاصهم يربحوا باش موت باهم تولي عندها معنى. فاش خرجوا الخواتات من الغابه شافهم إنياتيو ووجد القناصه ديالو، ولكن القرطاس طاح ليه وبقى إنياتيو كيحاول يرجعوا لبلاصتو. بالغلط طلق رصاصه في ديك العمليه اللي ما قاصتش البنات، ولكن فضحات الخطه ديالو. الخواتات بداو كيجريو عاوتاني وإنياتيو كيتيري عليهم اللي خلاهم يضطروا يتخباو في واحد الصالون في الجرده. في الدار كانوا الأقارب كيتفرجوا في كل شيء من كاميرات المراقبة. كيب حاول يصيفط ميساج للتوأم باش يقول لهم فين كاينين الخواتات، ولكن المحامي حبسوا. في الصالون فايت شافت بوطه ديال الغاز وحلاتها باش تعمر البلاصه بالدخان باش إنياتيو ما يبقاش يشوفهم. الخواتات حاولوا يهربوا ولكن تلاقاو مع فراج اللي هجم عليهم بالسيف. خرجوا من الصالون كيجريو قبل ما إنياتيو يضرم البوطه بالغلط ودار انفجار كبير. فراج تسخسخ وغريس دخلوا ليها بزاف ديال الطرف ديال الحديد في يدها. الخواتات كملوا الجرا وإنياتيو بقى خايف يكون خسر حيت قتل فراج. ارتاح فاش شافو فاق، ولكن دابا ما بقاش عارف البنات فين مشاو. من بعد ما جراو لواحد المده الخواتات دخلوا للعماره من واحد الباب الوراني. كلسوا يرتاحوا وبدات فايت كتجبد كاع طراف ديال الحديد من دراع غرايس، خلات اختها ملي هي على الحريق باش تخليها تهدر. وهكا غرايس عاودت ليها كيفاش خرجت من لافاك وخدمت سيربايا حتى تلقت راجلها. فاش كانت فايت كتنقي ليها الجرحى بالالكول غرايس اعترفت باللي كانت باغا تعرض عليها للعرس، ولكن ما لقاتهاش. فايت قالت ليها واخا كون عرضتي عليا ما كنتش غنجي.
ديك الساعة سمعوا واحد الباب ودغيا تخباو، شافوا فيراج كيقلب عليهم، وداكشي علاش تسلوا بشوية من البيت من باب آخر، ولكن واخا هكاك سمعهم وتبعهم. الخواتات بقاو كيجريو في واحد الكولوار حتى لقاو بيت الصيانة، غير شافوا واحد المنشار كهربائي خدموه باش يهرسوا المينوط أخيرا. الصداع ديالو فضحهم الفيراج اللي تبعوا دغيا للبيت اللي حداه، ولكن الخواتات كانوا ديجا مشاو. فاش خرج البنات دفعوا عليه واحد الكارو باش يزيروه مع الحيط. فيراج قدر يدافع على راسو، والخواتات دافعوا على راسهم باي حاجه لقاوها حداهم. فايت ضرباتو بطبله ديال الحديد باش تسخفوا والبنات هربوا. فاش حاول فيراج يتبعهم عاوتاني الخواتات ضربوه بواحد الخنشه معلقه وطاح ليه السيف. ديك الساعه ضرب فايت باش يطيحها، وكرايس حاولت تلوح عليه خنشه اخرى ولكن رجعها ليها وطيحها حتى هي. فاش كانت كرايس كتزحف باش تهرب حاول فيراج يتبعها، ولكن ضرباتو فايت وطاح في البلاطو ديال واحد الماكينه ديال الصابون اندستريال. كرايس خدماتها والخواتات تعاونوا باش يدفعوها في داك البلاطو حتى طاح لداخل في الماكينه. دغيا سدوها وكرايس وركات على بوطونات كتار باش تخدم السيكل ديال التصبين. المغليان غطى فيراج وبقى كيحرقو بشويه بشويه وهو حي. فاش سال التصبين الماكينه تحلات وفيراج حاول يطلع باش يخرج ولكن طاح ميت. كرايس قلبات ليه في جيابو باش تلقى تليفونو. في قاعه المجلس مادو جاتو خلعه. المحامي فكروا باللي بما ان فيراج مات خاصو يدخل اللعبه، الا ما دخلش عائلته غتخسر البركات ديال الطائفه. مادو كان خايف بزاف باش يتقاتل، وداكشي علاش بغى يدير مراتو هي الرئيسه الجديده للعائله. مارتينا تخلعات وهددته بالقتل، ولكن فيراج ما تسوقش وسينيا واحد الوثيقه باش يدوز ليها المنصب ديالو. دابا مارتينا ما بقى عندها حتى خيار من غير انها تسيني في الكتاب وتدخل للعبه. في ذاك الوقت الخواتات عيطوا ل 911 وطلبوا المساعده بلا ما يعرفوا باللي اورسولا هي اللي كانت كتهضر معاهم. عائلتها هي مولات شركه التليفون، داكشي علاش خلات تليفونها يشد كاع المكالمات اللي خارجه احتياط لقد دارت كريس تحصل على شي تليفون. اورسولا قالت لهم باللي البوليس غادي يوصلوا قريب وطلبت منهم يتسناو في الباب الرئيسي. البنات حاولوا يهربوا من بيوت مختلفه ولكن حبساتهم في كازينو تشينسينغ اللي جبدت عليهم سيف، ولكن قالت لهم ما بغاتش تقاتل وحطات السيف. تشينسينغ شرحت لهم باللي المحامي ديالها لقى واحد الثغره، الا تزوجات كريس بولدها عائلتها غادي تاخذ المقعد وكريس تقدر تعيش. فايت بغاتها تقبل العرض ولكن كريس شكت في الامر وسولات شنو كيعني الزواج من هاد العائله. تشينسينغ كشفت ليها باللي الزواج غادي يخلي كريس تولي جزء من الطائفه ديالهم، وهذا الشيء كيعني انها خاصها تشارك في كاع الطقوس اللي هي قتل الناس الابرياء. كريس رفضت العرض قطعا. في ديك اللحظه وصل إغناسيو وبدا كيترشق بالقرطاس. بينما البنات كانوا كيتفاتوا الضرب تشينسينغ هزت سيفها ثاني وجات بين إغناسيو والخواتات عارفه باللي ما يقدرش يقتلها. فاش كانت تشينسينغ كتطلب من كريس تقبل العرض ولا غادي تضطر تقتلها إغناسيو تقاداو ليه القراصات وبدا كيقرب. فايت رمات شي فيشات ديال اللعب على تشينسينغ باش تلهيها. في ديك اللحظه كريس دفعتها وقلباتها مما خلاها تدخل سيفها نيشان في عنق إغناسيو. تشينسينغ تصدمات وحيدات السيف بالزربه ولكن كان فات الفوت. إغناسيو طاح ميت وفي ظرف ثواني تشينسينغ تفرقعات ورشات الدم على خواتات كاملين. في قاعه المجلس تشونغ فو حتى هو تفرقع. من بعد ما خدات فايت السيف الخواتات كملوا طريقهم. فايت سولات كريس علاش رفضت العرض. كريس شرحت ليها باللي ما بغاتش تدوز حياتها كامله وهي كتقتل في الناس، وقالت ليها ثاني باللي ما كيعجبهاش تخاطر حيتاش المره الوحيده اللي دارتها مشات لنيويورك وخسرات اختها. فايت قالت ليها باللي هي ما خسراتهاش هي تخلات عليها. هادشي خلى كريس تعصب والقصه كامله بانت. الخواتات كانوا في الرعايه الاجتماعيه ومن كريس دارت 18 عام خدات واحد المنحه ديال مره في العمر. فايت كانت عندها 15 عام ديك الساعه وبغات كريس تولي هي الوصيه القانونيه عليها، ولكن كريس ما ظنتش باللي كان غادي يمكن هي تهتم في قاصر في داك العمر. الخطه ديالها كانت هي ترجع تاخذ فايت من بعد ما تخرج، ولكن فايت عمرها ما سمحت ليها حيتاش خلاتها. بدا بيناتهم نقاش حاد وكريس قالت ليها باللي كانوا عندهم والدين بالتبني مزيانين، اذا اختها كانت بامان اكثر تما. ولكن فايت مصره باللي تخلوا عليها. كرايس اعتذرت بسخريه وقالت ليها فرحانه ليك حيت عندك الحياه المثاليه، ولكن فايت انهارت واعترفت باللي الصديق ديالها غير اخترعته. هي ما ساكناش في نيويورك وخدامه مضيفه في مطعم. من بعد الاخوات بداو كيضحكوا على بعضياتهم على حياتهم البائسه. من بعد عيطوا ل 911 مرة أخرى وهاد المرة جاوبهم تايتلوس قال ليهم يمشيوا للبوابة حيث البوليس غيوصلوا قريبا.
التأوم مشاو كيجريو للبوابة كيسحاب ليهم الأخوات غيكونوا كيتسناو، ولكن البنات فاجئوهم من اللور. فايت ضربات تايتوس بالسيف وغرايس خدات الأرسولة الفردي ديالها. الأخوات عرفوا أصواتهم في التليفون من الأول ودابا بغاو يحلوا البابا. تايتوس رفض يقول ليهم كيفاش وعايرهم. فايت عاودت ضرباته. غرايس قالت لأرسولا تعاون معاهم ولا غيقتلوا ليها تايتوس، ولكن أرسولا متسوقاتش واخا يموت خوها. تايتوس يائس وحاول يفرق بين الأخوات، ولكن تلهاو بصوت طونوبيل جاية. تايتوس دغيا نزع السلاح من فايت وشدها، بينما أرسولا كتدابز مع غرايس على الفردي. الطونوبيل كانت سايقاها مارتينا اللي تجاهلت كل شيء وزادت نيشان باش تهرس البابا وتهرب. فايت نضحات تايتوس باش تفك راسها وبدات كتهرب، ولكن تجمدت في بلاصتها حيت تخلقت على اختها. غرايس بقات كتقول ليها تهرب قبل ما أرسولا تقتلها بالعصا وضرباتها بمسمار كبير في كتفها. قبل ما تقتلها فايت دفعات أرسولا وطيحتها كاو. من بعد الأخوات ركبوا في سيارة الجولف ديال التاوم وهربوا. في قاعة المجلس مادو قال بغا يدخل اللعبة، ولكن المحامي وضح ليه بلي مارتينا باقا حية وهي رئيسة العائلة، يعني باقا متحكمة في جميع ممتلكاته. من بعد فرانشيسكا سنت في الكتاب باش تاخد بلاصة باها اللي مات. شوية من بعد الأخوات دخلوا للدار وغرايس حيدت المسمار من الجرحى بألم. فايت قلبت في السيكان اللي خلاو الضياف ولقات بخاخ الفلفل وشي دوايات. غرايس غوتت عليها حيت ما هرباتش فاش كانت تقدر، وفايت جبدات تاني موضوع تخلاو عليها، فبداو كيتخاصموا كتر، وغرايس قالت ليها باللي كان عندها الحق فاش مشات ديك الساعة. فايت تقصحات من هضرتها فمشات، وغرايس خدات الدواء مع الشراب قبل ما تنهار. فاش غرايس قررت تمشي تقلب على اختها حبساتها فرانشيسكا اللي ضرباتها بقاذفة صواريخ، ولكن كانت شادها مقلوبة والصاروخ تفرقع في البيت الاخر. من بعد حاولت تهجم عليها نيشان، ولكن غرايس استعملت بخاخ الفلفل على وجهها. فرانشيسكا كدورها باش ترش ليها على ظهرها، وبجوج كيحماو مؤقتا، داكشي علاش ضرباتهم كيجيو غير في الخوا. غريس كتقدر تشد داكشي اللي فوق الكيكه، ولكن بالغلط كتضرب صوره قد بنادم. من بعد ما بجوج تلاطموا مع بعضياتهم ومع حوايج اخرين شحال من مره، غريس كتلقى شويه د الماء وكتغسل عينيها. فرانشيسكا كطيح عليها وكتعطيها شي بونيات قبل ما تمشي تجيب حامل الميكروفون. غريس كطيح عليها قبل ما تقدر تعاود تهاجم. ديك الساعه كتشد كلافيو وكتهرسو لفرانشيسكا على وجهها. في الكولوار فايت كتقرر خاصها ترجع غير باش يطيحها تايتوس. كيعفط ليها على يدها وكيسولها على غريس. فايت كتكذب وكتقول ليه راها مشات. تايتوس ما كيتيقهاش وكينطحها وما كيتزعزعش حتى منين فايت كتهب ليه الضربه. كيلوحها هنا ولهيه وهو كيقول لها باللي هي كانت صالحه غير باش تعطل اختها. فايت كتقدر تضربو بين رجليه وكتهرب. تايتوس كيتبعها وكيلوحها عاوتاني، كيضربها وكيريكلها شي ضربات. فاش تايتوس كان غادي يقتلها، أورسولا كتحاول تحبسه حيت فايت ماشي جزء من اللعبه، وتايتوس كيجاوبها حتى هي بالضرب. أورسولا كتقنعو يحبس فاش كتشير ليه باللي يقدروا يستعملوا فايت باش يوصلوا لغريس. عند البوابه غريس كتقلب على اختها. تايتوس كيهضر معاها من البافات وكيقول لها باللي عندهم فايت، وإلا ما رجعتهاش في 10 دقائق غادي يقتلوها. فايت كتقول لها تمشي بلا بها قبل ما يقطع تايتوس. ديك الساعه غريس كتلاحظ باللي في بيت العساس كاين فردي، اذا كتهرس باش تسرقو. فاش كترجع غريس للدار كتكون كتسناها فرانشيسكا، ولكن غريس كتقتلها بسهوله بجوج قرطاسات. فاش سمع الصداع فيليبي كيسيني في الكتيات قبل ما يهرب. غريس كتقلب في الدار وكتلقى مادو اللي كيحلف باللي ما بقاش لاعب وكيهرب حتى هو. من بعد غريس كتقرر تصباب المجلس وكتدخل بالجهد، كتغوت باغيه تعرف فين هي فايت. فاش كيبي كيحلف باللي ما عارفش، فيليبي كيرجع بجوج فرديات وكيبدا يقرط. غريس دغيا كتهرب وكتخبى في الكوزينه غير باش تكتشف باللي ما بقاش عندها القرطاس. كتقرر تسد على راسها في الثلاجه حتى كيهرس تايتوس وجه فايت على الزاجه وكيهددها بالقتل. غريس ميوسه كطلب من تايتوس يتزوج بها باش تسالي اللعبه، والمحامي كيأكد باللي هاد الثغره صحيحه. اذا تايتوس كيوافق على العرض. غريس كتخرج وكتعنق فايت وهما كيتسامحوا من بعضياتهم. من بعد الخدامه كيغسلوا الاخوات وكيعطيهم حوايج نقايه. أرسولا كتهضر مع غريس وكتقول ليها أنها عمرها بغات تأذيها، ولكن كان خاصها تتبع القواعد. كتعترف ليها أيضا أنها خايفة حيت خوها حمق، وداكشي علاش بغات تتحد معاها باش يسيطروا عليه. فديك اللحظة كيعيقوا باللي تايتوس أذى كل شيء. كيشد أرسولا من عنقها وكيبدا يخنقها وكيقول ليها باللي ما كاين حتى قاعدة ضد قتل عائلتك قبل ما يهرس ليها عنقها ويقتلها. شويه من بعد كيديو غريس للقابو فين كيتسناوها بزاف ديال الاتباع ديال الطائفه اللي كيخلعوا. المحامي كيحل واحد الباب في الارض وكيبدا الطقوس وكيجيبوا واحد المعزه باش يضحيوا بها. تايتوس وغريس بجوج كيطيحوا شويه ديال الدم في واحد زلافه صغيره، والمحامي كيدير الخليط في الريشه باش يخليهم يسينيو في الكتاب.
من بعد ما تبادلوا شي كلمات كيتزوجوا رسميا، وتايتوس كيبوس غريس. المحامي كيعلن باللي الكرسي العالي ولا ديال تايتوس اللي كياخد خاتم السيادة. بينما كل شي كان كيحتفل، غريس كتشد الريشة وكتضرب بها تايتوس في عنقه، من بعد كتضربو شحال من مرة في صدرو. كتاخد خاتم السيادة وهي كتقول باللي ماشي ضد القواعد تقتل عائلتك. فايت كتدفع تايتوس في الثقبة وكيتهرس في واحد القرن. من بعد غريس كتلبس خاتم السيادة وكتخليهم كاملين يركعوا على ركابيهم. كتستعمل قوتها الجديدة باش تخرج راسها من المنظمة. إذن المحامي كيشرح باللي القائد الجاي غيكون هو اللي لابس الخاتم مع طلوع الفجر اللي غيوقع من دابا 3 دقائق. غريس كترمي الخاتم في الحفرة اللي عامرة بالجثث، وفيليبي ما كيترددش وينقذ فيها. باقي أفراد الطائفة وحتى واحد الخدام كينقذوا من موراه، وكيبقاو غير الخواتات والمحامي. بينما كل شيء كيبدا يقتل في بعضياته على قبل الخاتم، غريس كترمي واحد الموس في الحفرة باش تزيد تكفسها. ملي الفجر كيطلع أخيرا، كل واحد في الحفرة كيطرطق وكيوقع انفجار كبير ديال الدم. فجأة شي واحد بدا كيحتفل، كان هذاك هو مادوس اللي كان مخبي في الدروج طول هذا الوقت. كيقرب من الخواتات ولكن حتى هو كيطرطق. من بعد ما شافوا واحد الشبح فوق المذبح، الخواتات كيخرجوا ومعاهم المعزة مستعدين يبداو حياة جديدة مجموعين. تأكدوا من الاشتراك وتفعيل الإشعارات باش تقدروا تشوفوا فيديوهات كتار بحال هذا. شكرا على المشاهدة.